ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وعافية وخير. من اهم الوصفات اللي بنحب تكون موجودة في سفرتنا في رمضان هي الكفتة بكل انواعها. كلنا بنحب الكفتة وخصوصا كفتة الحاتي. لو هنعملها كده بطريقة سهلة بسيطة تطلع معانا متماسكة، وكمان هنعملها في فرن البوتاجاز من غير دخنة ولا اي حاجة خالص، بمكون بسيط جدا هيخلي لكم كفتة هشة قوي متماسكة، واحلى ما بتجيبوها من بره. كمان طبعا كلنا بنحب الكفتة لان الكفتة من الوصفات الموفرة شوية. هنسمي الله بقى ونشوف الطريقة على طول. أول حاجة أنا معايا كيلو من اللحمة في نسبة دهن تقريبا 20%. انت قولي كده للجزار وخليه يفرمها لك وشين زي ما انت شايفة كده. اللحمة بتاعتي ناعمة ازاي، أنا فرمها وشين. وطبعا بقول للجزار إن أنا هعملها كفتة فبيدهاني شوية فيها دهن. معايا بصلاية متوسطة الحجم عصراها من المية بتاعتها كويس، وده شيء ضروري إنك تعصريها وما تكتريش البصل. معايا معلقة من بهارات اللحمة أو السبع بهارات، سنة من القرفة. ودلوقتي بقى هنحط الحاجة اللي هتخلي لنا الكفتة بتاعتنا هشة قوي ومش مش كاتمة كده ومكبوسة. معلقة من البيكنج باودر، والملح طبعا على حسب الكمية اللي انت عاملاها. برضو بيبقى في معادل معلقة صغيرة من الملح على كيلو اللحمة. ادعاكي الكلام ده كله بقى كويس قوي، ودي حاجة ضرورية في كل انواع الكفتة ان احنا نعجنها. بفضل اعجن فيها لحد ما تبقى طرية خالص في ايدي كده ومتماسكة. يعني بتقعدي اقل حاجه، ولو لقيتي بصلايه كبيره شويه شيليها. بصوا لما تحسوا انها فتلت كده، بصوا عملت انسجه ازاي. وعلى فكره لو اللحمه بتاعتكم ما فيهاش دهن كفايه، انتوا ممكن تحطوا معلقه من السمنه. لو عندكم سمنه بلدي حطوا معلقه من السمنه. بسيبها ترتاح اقل حاجه ساعه في التلاجة. هنا ميه البصل اللي انا صفيتها، ميه البصلايه اللي انا صفيتها حطيت عليها ملح، واحط عليها شويه من الزيت، زيت زيتون ماشي او زيت عادي اللي موجود عندك. تقريبا حطيت معلقه، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. مش هحط اي حاجه. انت حابه تحطي شويه من البابريكا عشان تديكي لون احمر كده للكفته حطي، مش حاطه مش حابه مفيش مشكله. العيدان بقى اللي انا هعمل عليها الكفته بتاعتي لازم احطها في الميه قبليها بنص ساعه او ساعه عشان ما تتحرقش. العيدان الشوي دي بقى لها عندي اكتر من سنتين انا بستخدمها، وبرجع اغسلها واشيلها وارجع استخدمها تاني، حلوه جدا. بس اهم حاجه نبلها في الميه زي ما قلت لكم كده. بطلعها تاني وبديها عجنه تاني بقى من التلاجة. بعد ما طلعتها من التلاجة لازم اعجنها مره كمان. والتصبيع بقى سهل جدا، ممكن على فكره تصبعيها كده على طول وتحطيها في صينيه من غير ما تصبعيها على السيخ. بس انا صبعتها على السيخ عشان تبقى زي اللي بنجيبها من عند الحاتي بالظبط. بصوا خدوا الكميه اللي على قد السيخ بتاعكم، ولو لقيتوها كبيره شويه شيلوا منها حته مفيش مشكله. وهنبل ايدينا من ميه البصل وندوس عليها كده. كل ما نحس ان هي مش متماسكة حلو باللي ايديكوا، وعيدوا عليها تاني التصبيع بالطريقة دي كده. الكفتة عشان معجونة كويس وخدماها كويس في العجن بتاعها، فهي متماسكة الحمد لله وما بتفكش خالص. بصموها بقى زي ما انتوا عايزين كده. وطبعا تقدروا ترفعوا الصباع شوية او تخلوه تخين، بس ما تخلوش تخين قوي عشان يستوي. ما تنسوش ان احنا نسوي في الفرن. بس كده خلاص تمام. بصوا حابة اوريكم هو قد ايه متماسك. طريقة سهلة جدا وبسيطة، والمكونات مفيش يعني حاجات بسيطة جدا، والبهارات برضو بسيطة قوي، مش حاطين بهارات كتير. لو انتي بقى لسه بتتفرجي معايا لحد دلوقتي على الفيديو، يا ريت تعملي لي لايك وكومنت حلو زيك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على الكل ان شاء الله عشان فيديوهاتي الجديدة تعجبك. وخدي لفة كده في القناة هتعجبك قوي. انا حطيتها في الصاج بتاع البوتاجاز، وحطيت ورقه الفويل دي تسهيل نظافه مش اكتر. لو مش حابه تحطيها ما تحطيهاش. ورصيتهم زي ما انت شايفه كده، ولا احط ميه ولا اي حاجه، وادخلهم الفرن على ارضيه الفرن. بتاخد تقريبا نص ساعه قبل ما تستوي. بقى هنعمل سلطه الحاتي او سلطه المشويات الرهيبه. انا معايا كل انواع الخضار اللي انت تحبيها، والطماطمايه المبشوره دي شيء ضروري جدا في السلطه عشان تطلع معاكي السلطه ناجحه. هعمل لك سلطه زي اللي بتاكليها بره بالظبط. اول حاجه هحط البصل. معايا بصل احمر او ابيض الموجود عندك، وحطيت الطماطميه المبشوره، وحطيت الطماطم اللي متقطع والجزر والخيار والخضره طبعا، بقدونس وفلفل حامي او بارد على حسب ذوقك، وشويه كده من البهارات بابريكا وشطه وكزبره ناشفه وكمون وملح.
هي دي كل البهارات اللي احنا هنحتاجها، بس معلقة من البابريكا كبيرة. تمام، المعلقة البابريكا دي اللي هتديك اللون الأحمر بتاع السلطة. ومعايا ليمونتين كبار، يعني شايفين قد ربع كوباية كده صغيرة من الليمون، وزيها من الخل، ومية ساقعة بقى متلجة، يعني لو فيها قطع تلج يا ريت، لو مش موجود قطع تلج احنا هنحط مية ساقعة من التلاجة. وقلبي الكلام ده كله كده مع بعضه، وخدي بقى احلى شوية سلطة. بصوا لسه ما قعدتش حاجة، وبصوا شايفين لون مية السلطة. هتاكلي احلى شوية سلطة مشطشطين تحفة. هنسيبها اقل حاجة في التلاجة برضو ساعة او نص ساعة، وكل ما تقعد في التلاجة يكون احسن. نغطيها ونسيبها في التلاجة ونقدمها بقى ساعة الاكل. انا بصراحة قبل ما ببتدي الاكل ببقى عاملة السلطة، يعني قبل ما ببتدي الاكل خالص ببقى عامله السلطات بتاعتي، يعني الطحينه والسلطه الخضراء. النهارده قدمت لكم السلطه الخضراء، ان شاء الله في مره تانية هعمل لكم الطحينه. شايفين بقى الميه ويسكي حلال زي ما بيقولوا. كده خلاص الكفته بتاعتنا طلعت بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، متماسكه حلوه جدا مستويه قوي، طعمها في منتهى الجمال. اتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها ايه، هتعجبكم قوي. وبسم الله ما شاء الله الكيلو اللحمه بصوا طلع لي كميه قد ايه حلوه جدا. بصوا مستوية من جوه ازاي. وربنا يحسن ما بين ايديكم، وكل سنة وانتم طيبين، وتقدموا كل حاجة حلوة لحبايبكم، ويا رب دخل علينا كل الايام بالخير والفرحة والسعادة. ودي كانت السفرة بتاعتي، عملت سلطة طحينة وسلطة الحاتي او السلطة المشطشطة والكفتة. واتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم واستفدتي اي حاجة من الفيديو بتاعي، ويا ريت لو استفدتي حاجة لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. واشوف الشكوى على خير.